في نفس البوست ده فضلت اكسب منه 8 شهور كامله. فكره المنتج ده عجبتني قوي. رحت عملت ايه؟ رحت خدت الصوره بتاعته او فيديو، جبت فيديو على النت كان، رحت رفعته اونلاين وطلع سبونسرت سنه كامله قعدت ابيع في المنتج ده. لقيتها في محل كبار، المحل ده كان بيبيع المنتج دوت اعتقد ب 150 جنيه. فانا مره كنت بجيب هديه خدت بالي منه كنت بجيب ب 450 جنيه. عملت اعلان والنزيد 450 جنيه. كنت كل يوم مش عارف بصرف 500 جنيه ولا كام، وكنت بكسب مثلا 2000 3000 جنيه كل يوم. لقيت المنتج كانت فكرته جديده بالنسبه لي. قلت اكيد في ناس كتير عايزاه، ناس كتير هتعمل له اعلانات. وكان في ساعتها حاجه في التارجتنج بتاع الفيسبوك ان انت بتتارجت الناس اللي اصحاب ناس عيد ميلاداتهم جايه في خلال ال 30 يوم الجايين. فعملت التارجتنج ده وحطيت الفيديو ده. وطبعا في الفالنتاين كنت مجهز ده قبلها بفتره، كنت جايب كميه حلوه ورحت شغلت اعلانات. الفالنتاين لوحده كان مثلا ما شاء الله محقق فيه الموسم ده الاسبوع ده كسبان فيه مثلا 200 300 الف. غيرت الاعلان ممكن نقول 3 4 مرات بالكتير قوي يعني. الكلام ده كان في 2017. انا عجبني الموضوع وابتديت ساعتها اشتغل في منتجات كتيره مختلفه. اشتغلت في منتج واثنين وثلاثه لغايه لما وصلت لاكثر من 30 منتج. انت كمان عايز تبدا في الاي كوميرس، فالاي كوميرس اكبر بكتير من اللي انا قلته. سواء تبيع على امازون، تبيع على نون، تبيع على زوم، تبيع دروب شيبنج، تبيع منتجات رقميه اصلا ما تدخلش في قصه الشحن والمرتجعات والهاصل ووجع الدماغ ده. فلو انت مهتم تدخل كده تعرف تاخد لمحه وتشوف احنا بنقدم لك ايه وبنساعدك ازاي تبدا في الطريق ده، ابعت لي دلوقتي رساله وخلينا نساعدك.